فعوامل الكبت تخلق في الإنسان روح التمرد والانفعال والثورة على ناموس الحياة، مما يؤدي به إلى الانهيار تام فالانتحار. السلام عليكم، أنا أحمد أسامة، ومن غير كلام كتير خليني أقول لكم ليه كلنا لسه عايشين جوا فيلم ثقافي. يا ريت ما تعملش شير للحلقة دي وتسيبها لوحدها توصل للي توصل له، لأن لو وصلت أكتر من اللازم أنا مش هبقى موجود تاني. المهم يلا بينا. أول 6 دقايق في الفيلم محتاجين شرح كتير، بداية من الست اللي بتنشر الغسيل والكاميرا بتحلل جسمها، وبعدها بتنقلنا الأشرف اللي أول ما الست بتبص له وهو بيتكسف ويبص نظرة خجل وكسوف من اللي هو بيعمله. هو عارف ان اللي بيعمله غلط وعايز يفضل يعمله وهو جبان مستخبي ومحدش بص عليه، لحد ما بيخش اوضته وبنشوف اخوه اللي قاعد بيذاكر، ولما اشرف بيشوفه بيقول له الجملة دي: انت هتقعد كل يوم بقى تصحى لنا من النجم وتمقع عينك في الكمبيوتر والكلام ده؟ اخوه بيرد عليه رد بيصدمه، وهو ان اللي بيعمله احسن من انه يفضل يراقب جارتهم وهي بتنشر الغسيل. وفي وسط النقاش بتخش امهم عليهم الاوضه عشان تاخد الغسيل الوسخ وتغسله. اشرف اللي المفروض كبير وقادر يفكر في الصح والغلط، اول ما بيشوف والدته بيخبي علبه السجاير خوف منها، وهفهمك ليه دلوقتي هو خايف منها. اخو اشرف بيحاول يفهم والدته انها ما ينفعش تخش عليهم الاوضه بسبب ان في حاجه اسمها خصوصيه، واما والدته بتساله يعني ايه خصوصيه هو بيتهته وما بيعرفش يرد عليها بسبب انه حافظ الكلمه مش فاهمها. اول اسقاط انا قدرت افهمه هو ان التعليم عندنا هو مجرد حفظ مش فهم. بتاخد المعلومه تحفظها بشكل معين، ولو اتغير شكلها انت هتتوه من المعلومه، مش هتقدر تفهم هي عايزه تقولك ايه. اشرف بيقول لاخوه انه مستقبله مش هيختلف عنه كتير، كلها كام سنه وهيفضل مستني الحد والاربع عشان يتفرج على جارتهم وهي بتنشر، وان اهله مش هيسمحوا ليه انه يبعد عنهم ويعيش حياته مستقل بنفسه. هو فاهم انهم هيقدروا يزرعوا جواه الخوف زي ما قدروا يعملوا معاه بالظبط. اشرف اللي شايف الحياه بمنتهى السواد وانها فاشله مع الكل بسبب انه اتخرج من الجامعه وفضل عاطل، وحتى مش قادر يتجوز او يفرغ كبته الجنسي بسبب انه عاطل، وبالتالي شايف ان اللي بيعمله اخوه هو مجرد ضياع وقت ونهايته معروفه ومكتوبه بالفشل. حتى لو بيدرس حاجه هي غريبه عنه ومتطوره عن دراسته. حتى ام اشرف لما بتشم ريحه هدوم اشرف بتقول له استحمى، واللي عنده عقل يفهم بقى. خلاص فهمنا اشرف اول ضلع من المثلث بتاعنا. تعالى للضلع تاني وهو علاء اللي بدايه معرفتنا بيه كانت عن طريق مجله اباحيه هو بيتفرج عليها، ولما امه بتخش عليه الاوضه هو واخواته تصحيهم اخوه بيستغرب وبيسال هي ايه فايده الشهاده اللي احنا بنصحى لها في الوقت ده. امه بترد عليه الرد طبيعي بتاع اي ام مصريه: عشان تبقى بني ادم وليك مكانه في المجتمع. كانها بتقول بصوره واضحه لنا كلنا ان من غير شهاده جامعيه انت مالكش اي قيمه في المجتمع. فاخو علاء بيقول لها: طب ما اخويا اهو معاه شهاده وعاطل وملوش قيمه. فالام مش بتلاقي رد وبتكتفي انها تقول له عيب وما يصحش كده، وبتروح لعلاء وبتقول له على فرصه شغل. لكن علاء تعب من كتر ما بيقدم وبيترفض في شغلانات كتير من ورا الاعلانات. وبتلمح ام علاء المجله الاباحيه وبتساله هي ايه المجله دي، فبيقول لها جمله هي مش في محلها خالص بصراحه يا استاذ محمد امين. بيقول لها انها مجله اخبار السيارات. يعني الست بالنسبه لعلاء هي مجرد اداه جنسيه لتفريغ الشهوه وخلاص مش اكتر. هي بالنسبه له عربيه بتتركب. وبالجمله الاخيره دي احنا نكون قدرنا نفهم شخصيه وتفكير علاء. بنشوف عم فوزي اللي بيقول لهم بسرعه كده ان القهوه مش مكانهم، وانهم لازم يتحركوا ويلاقوا فرصه شغل او يتعلموا لغه عشان يقدروا يجيبوا فلوس ويسيبوا قعده القهاوي دي. لكن اشرف بيقول له بمنتهى السلبيه: ادينا قاعدين كافين خيرنا شرنا، لا احنا متعلمين لغات ولا احنا اولاد ناس عشان نلاقي شغل. وبنشوف كل اللي قاعدين في القهوه جنبهم هم شباب زيهم بالظبط، عاطلين وبيشيشوا وكافيين خيرهم شرهم. منتهى السلبيه وقله الشغف وتفاؤل عند الشباب دول كلهم. يا ترى ايه السبب في انطفاء كل الناس دي؟ مش عارف، يا ترى هم السبب في نفسهم ولا الدوله ولا اصحاب الشركات؟ ادينا مكملين وهنشوف. بنشوف الضلع الثالث في مثلثنا وهو عفت اللي في كليه طبيه وفي معمل كيميائي. جوه المشهد موجود دكتور متحرش بطالبات وغير مهتم باسئله الطلاب الرجاله تماما. عفت اللي ما يفرقش كتير عن الدكتور المتحرش، لان لما زميلته بتيجي تساله عن مركب كيميائي كل كلامه هو كان اسقاطات وتلميحات جنسيه. ولما بيتعب عفت قوي بيروح للدكتور وبيقول له انه مش هيقدر ينجح بسبب لبس البنات اللي معاه في المعمل. ولو رجعنا كام مشهد بس هتلاقي زميله في نفس المعمل مركز في شغله ومش مهتم بلبس البنات او تعبان ومش قادر. عفت مش عارف يفهم ان المشكله مش في لبس البنات، المشكله فيك انت يا عفت. انت اللي مش قادر تتحكم في نفسك وفي شهواتك ومحروم. احنا في زمن الحريه وكل واحد يلبس ويعمل اللي هو عايزه. ده كان كلام دكتور الماده اللي معاه في المعمل. الدكتور المتحرش اللي مش قادر اصلا يتحكم في نفسه ولكن هو بيدعي المثاليه على عفت. والتناقض في شخصيته ظهر بعد كام ثانيه بس لما قال للبنت اهمدوا بقى تعاتوا الشباب. عفت بيروح لاصحابه علاء واشرف على القهوه وبيحكي لهم عن ان البنات بقت بتلعب على شهوانيتهم وكبتهم الجنسي اكتر من اي وقت عدى زمان. لكن اشرف بيقول له جمله هي بتقفل الموضوع تماما. بيقول له ان البنات هم ما اتغيروش عن زمان، احنا اللي اتغيرنا، وعشان الزمن بيجري بينا واحنا لسه مش عارفين نطول اللي عايزينه فبقينا نغل ورا اي لحمه نشوفها. بقينا شايفين اي واحده ماشيه في الشارع
هي بتستفزنا واصلها هي اللي عايزه كده وبتلمح لي بلبسها، لكن العيب الرئيسي هو فينا احنا مش في لبسهم. بنشوف عفت بيحقد على الجيل القديم اللي كانت كل الفرص ومقومات الحياه متوفره له بمنتهى السهوله، مش زي وقتنا ده. فالحاج فوزي شافها بتعيل قوي والكلام مش هيبقى ليه لازمه بالنسبه له، فبيقوم وبيدور على حد من سنه يقدر يفهم كلامه كويس. عم فوزي للاسف كلامه صح بس في زمنه. الزمن بيتغير يا عم فوزي، الدنيا بتلف، واللي كان على ايامك سهل وزهقت من كتر ما هو متوفر، على ايامنا احنا يا عم فوزي محدش هيجيله مرض السكر تاني لانه مش موجود اصلا. انت بتنصح شباب يدوروا على شغل مش موجود، وانت في زمنك كان متوفر لك بدل الشغلانه 10. يا عم فوزي احنا مش عارفين هناكل بكره ولا لا يا عم فوزي. بيروح عفت واشرف وعلاء عشان ياخدوا شريط ثقافي يتفرجوا عليه لوحدهم، وبطلة الفيلم ده هي سلمى حايك، وبيقول لهم صاحب الشريط انه في ترجمه عربيه من بتاعه الشوارع والمساكن الشعبيه، فبيزيد انبهارهم بالموضوع لانهم عارفين ان في متعه جديده هيحسوا بيها. الدوبامين اللي بيفرزه عقلك لما بتتفرج على الافلام دي انت بتبقى عايز اكتر واكتر من الهرمون ده كل مره بتتفرج فيها، فبتروح لحاجات شاذه او مختلفه عن الطبيعي لمجرد ارضاء عقلك وانه يفرز الهرمون اكتر واكتر. فعفت كان فاهم ان في ميعاد مع زياده جديده في فرز الهرمون بسبب الترجمه المصريه الشعبيه اللي هو ما شافهاش قبل كده. ولما بيخش صاحب الشريط عشان يجيبه من البلكونه بيتفاجئ انه مش موجود، وبعدها بنشوف البنتين اللي سرقوا الشريط الثقافي بيرجعوه تاني لمكانه عشان ما يكشفوش انهم سرقوه. ده توضيح مباشر ان الشباب كلهم مكبوتين سواء من البنات او الرجاله، الكبت مش على جنس واحد بس. التلاته التعبانين بياخدوا الشريط الثقافي، ومن هنا بيبدا فيلمنا. بيبدا بعد ما شرحت لكم المثلث الرئيسي للفيلم، ووسط المثلث ده هو محرك الفيلم نفسه وهو الشريط الثقافي. شرحت لكم وعرفنا البيئه والمجتمع بتاع الفيلم بيفكر ازاي، ومقسوم لكذا فئه وكذا تفكير وكذا اتجاه. الشريط ده بقى هيودينا لفين؟ هو ده السؤال اللي المفروض يتسال، واجابه السؤال ده هي بسؤال زيه بالظبط وهنعرفه في الاخر باذن الله. المهم تلاته بياخدوا الشريط وبيتجهوا على بيت صاحبهم عشان يقدروا يتفرجوا على جهاز الفيديو بتاعه، وفي طريقهم بيعكسوا ويتحرشوا باي بنت تيجي في طريقهم. ولسه عفت مقتنع بوجهه نظره ان البنات قاصدين يتعبوه جنسيا بلبسهم ومشيتهم وطريقتهم، وبيقول لهم ان في رجاله قادره تجيب حقه منهم واللي يقصد بيها شريط الفيديو يعني. لكن كل ده خيالات في دماغ عفت اللي مش قادر يقتنع ان هو اللي تعبان ومش قادر يسيطر على نفسه ولا عليه. عايز بس اقول في النص كده ان محمد امين مخرج عبقري وقادر يوصل صوته كاعتراض او نصيحه او اشاده بموقف من خلال حركه بسيطه بتحصل قدام الكاميرا. وعايز اسالك، هل عايزنا نعمل حلقه عن افضل مخرجين جم في تاريخ مصر ولا لا؟ اكتب لي في الكومنتات تحت، انا بقراها كلها وبرد على اي كومنت. المهم يلا نكمل. لما بيوصلوا البيت بهجت صاحبهم عشان يتفرجوا عنده مش بيلاقوه، فاشرف فكر لحد ما وصل لواحد اسمه برايز، والعاقل يفهم معنى اسمه بقى. بنتعرف على شخصيه برايز عن طريق لسان اشرف، وبيقول لنا انه رئيس جمعيه المثقفين جنسيا، وانه كان مدمن وبطل بسبب انه كان هيخطب، بس بسبب ضعف حالته الماديه خطيبته سابته وقررت الانفصال عنه، فبينتكس وبيرجع اوسخ من الاول، وبيطور من نشاطه كمان في الافلام الثقافيه بسبب اكتئابه وعزلته بعد فراق خطيبته. برايز بيقول لهم تقدروا تتفرجوا على الشريط ده عند اتنين، الاول مجدي والتاني جمال. جمال مكتئب وعنده حاله نفسيه، ومجدي ملزق وما بيعجبوش حاجه وهيفضل يقص لنا في الفيلم اكتر واكتر. ولما عفت بيرفض مجدي عشان كرامته، علاء بيقول له هو احنا عندنا كرامه اصلا؟ علاء هو اضعف شخصيه فيهم، بس علاء هو اكتر واحد حقيقي فيهم. علاء هو متقبل حقيقته بقرفه بمرضه بتفكيره، ومتصالح مع فكره انهم مجرد شباب تعبان ما عندوش اي اهداف او طموحات غير الافلام الثقافيه، هم عايزين يرضوا شهوتهم وخلاص حتى لو على سبيل كرامتهم. وده السبب ان محدش فيهم دافع عن كرامته بعد اهانه علاء ليهم هما الاتنين. مفيش غير اشرف اللي اكتفى انه يبص البصه دي لعلاء، اللي هو تحسه بيقول له انت ازاي تواجهنا بحاجه زي كده في وشنا. بيروحوا لجمال واتضح لنا ان ما فيهوش اي معالم الجمال. جمال شخص سبقهم في رحلتهم ووصل للي هم لسه ما وصلولهوش، ما وصللهمش، قصدي اللي هم ما وصلوش للي هو واصل له، فاهمني؟ جمال بيقول لهم انتوا ازاي مش قرفانين من نفسكم، لكن جمال للاسف ما كانش عارف ان هو سابقهم بكذا مرحله. انا هشرح لك موقف جمال واللي خلاه يقول الكلام ده، وانا متاكد انك ما سمعتش الكلام ده عند اي حد. جمال خد وقفه مع نفسه وسط رحلته في عالم الاباحيه وبص لنفسه من فوق. جمال شاف نفسه قاعد على كنبه قدام سرير، السرير ده عليه اتنين بيعملوا علاقة ومستمتعين لأقصى درجة، وجمال مجرد قاعد عمال يهاها وفتح بقه شبه اللهبل ومستمتع. جمال حس بالإهانة، حس إنه مجرد عاجز أقل من الاتنين اللي على السرير ومش قادر يعمل زيهم، لأنه مجرد مستمتع بالفرجة مش أكتر. أنت مكانك متفرج وهتفضل متفرج،
الاحساس ده خلى جمال بعد ما كان مبسوط وفي سابع سما ينزل للارض على دماغه بسرعه الصاروخ. خد صدمه خلته يكتئب وبينصحهم وهم مش قادرين يفهموا جمال. واللي انا شايفه ان اللي فهم جمال من اللي اتفرجوا على الفيلم هم قليلين جدا اصلا. فخلينا نكمل بعد ما شفنا ضحيه شبه جمال مين اللي هيبقى بعده. بيرجعوا البيت بهجت تاني اللي ما كانش موجود في الاول، ومش بيلاقوه موجود برضه في المره التانيه، لكن المره دي مين موجود بقى؟ جار بهجت، وبيعرض عليهم كمان يتفرجوا عنده في الشقه ببلاش. ولما بنخش بيته بنلاقيه متحف للافلام الثقافيه، وفي وسط ما هما بيتفرجوا على الفيلم النور بيقطع وصاحب الشقه بيقوم يعمل لهم قهوه، ولكن بنشوف ايده واعصابه تعبانه جدا وبتترعش، وده جانب من الاعراض السلبيه للعاده السريه للرجاله. وبنشوف كمان ان الراجل اللي عنده 37 سنه وخريج كليه علوم قسم كيمياء بتقدير جيد جدا هو مدمن زيه زي علاء واشرف وعفت. النور بيرجع بعد درس مباشر وواضح للتلاته كاشاره اللي هو فوق وبقى انتوا شايفين مستقبلكم قدام عينيكم، لكن التلاته الشهوه مسيطره عليهم لدرجه انهم قعدوا وعايزين يكملوا الفيلم كمان. لكن اخت صاحب الشقه كانت موجوده فما كانش ينفع يتفرجوا للاسف، فبيخضعوا لفكره عفت الاولى وهم انهم هيتفرجوا على جهاز الفيديو بتاع المجمع الديني. وفي وسط ما هم بيتفرجوا بتدخل عليهم الموظفه في المعهد وبتقول لهم على ميعاد صلاه الظهر. وفي وسط ما هم بيتوضوا بقى بنشوف الحته النظيفه اللي لسه موجوده في التلاته. علاء مكسوف من اللي بيعمله وانه كان لسه بيتفرج على فيلم ثقافي وبعدها رايح يتوضى عشان يصلي. اشرف شايف ان صلاتهم مش هتبقى مقبوله بسبب القرف اللي هم بيعملوه. عفت بيدعي ربنا انه يا رب تكون دي فتره مؤقته وبعدها تتحل ويبعدوا عن السكه دي خالص. التلاته مشكلتهم الجنس والعلاقه والبنات، واللي كل ده ممكن يتحل لو متوفر شغل وفلوس وبيئة اجتماعية تساعدهم، وكل ده هو في رقبة الدولة المسؤولة عن التلاتة المتحدثين عن لسان معظم الشعب. الدولة اللي متجاهلة تالت جزء من مقومات الحياة وهو الجنس وتفريغ الشهوة، وعفت بيقولها لنا في الدقيقة 35 وهم قاعدين في الجنينة بطريقة مباشرة. بيقول لهم انتوا مش معاكم فلوس تتجوزوا، كل الفلوس اللي معانا ما تكملش تمن جهاز فيديو نتفرج عليه حتى على الفيلم الثقافي. اشرف بيحاول يصبر نفسه بانه لا انا مش هفضل كده وكل دي فترة مؤقتة، لحد ما بتعدي واحدة مختمرة وعفت بيقول لنا بنفس تفكيره من تاني، وهو انه العيب في لبس البنات، وان لو كل البنات لبسوا زيها مش هيبقى في مشاكل تاني ولا تحرش. طب يا عفت انت لو حضرتك في اوروبا كنت هتتعامل ازاي مع البنات اللي فعلا بتمشي في الشارع بلبس مكشوف؟ صدقني ما كنتش هتعرف تفتح بقك ولا تبص حتى، لان في قوانين بتجبرك تحترم الشخص اللي قدامك مهما كان هو لابس ايه او شخصيته عاملة ازاي. الحقيقة يا عفت انت واشرف ان المشكلة فيكوا انتوا مش في اللبس، لانك انت وهو عاكستوا وتحرشتوا ببنات كانوا برضو لابسين لبس محتشم من وجهة نظر اشرف. بيروحوا التلاتة لشقة في نزلة السمان فيها مجموعة شباب زيهم بالظبط تعبانين وكل واحد مش قادر، وهناك واحد بيعترض على حالهم وبيقولوا ان مكسوف من اللي بيعمله، لكن اشرف بيقول له بمنتهى الغباء اللي في الدنيا ان دي اهم حاجة لازم يفكروا فيها دلوقتي، وفي اسقاط مبدع بصراحة ان جرس الشقة اللي قاعدين فيها على شكل حمامة، والعاقل يفهم بقى. المهم بيفشلوا في مهمتهم برضه في الشقة دي وبيروحوا لصاحبهم بطرس في الكنيسة عشان ياخدوا منه مفتاح شقته، وعشان هي الوحيدة اللي فاضية دلوقتي، وعشان برضه محمد أمين دخلنا جمعية دينية بفيلم ثقافي قال يدخلنا كنيسة برضه، وهو عشان محدش يزعل ويقول أنا أحسن من التاني. بيروحوا شقة بطرس وهناك بيعملوا بحث عن القنوات لحد ما يلاقوا قناة الشريط اللي فيه الفيلم، وبيعدي عليهم في قنوات البحث 4 أغاني وطنية عن الشباب ومستقبل الوطن وإنهم هم اللي هيعمروا البلد. الأغاني التحفيزية للشباب دي هي اشتغلت قبل ما يشغلوا فيلم ثقافي يغيبوا نفسهم بيه عن الواقع السيء اللي الدولة أصلاً معيشاهم فيه. فاهمني ولا إيه؟ كل ما تعطل اديها رنة البرايز، وبرايز هيتصرف. برايز وداهم لمكان تاني المرة دي وهي مستشفى لزميل عفت وهو الدكتور عاطف. محمد أمين هنا مع تقدم الوقت في الفيلم بيقولك إن حتى اللي معاهم شهادات عليا وشغالين هم برضو تعبانين جنسياً ومحتاجين لفيلم ثقافي. حتى زميلته الدكتورة اللي هي نشوى مصطفى بتعترض على الموضوع ده وبتعرض نفسها للجواز بمنتهى تقل الدم بصراحة، بس بتقول جملة لدكتور عاطف هي تبان عبيطة بس هي ثورية جدا. قالت له تعالى نقول بقى على صوتنا عايزين نتجوز. فاكرين لما علينا صوتنا قبل كده؟ احنا علينا صوتنا ياما قبل كده على فكرة، ولما بتعلي صوتك وانت معاك حق بتكسب، صدقني والله بتكسب. بس للأسف دلوقتي انت بقك مكتوم بايدين ناس هم واخدين منك جهاز الفيديو والتلفزيون وسايبين لك الشريط. مدحت بيجيب لهم التلفزيون وبيروحوا يركبوا له محول عشان يقدر يستقبل جهاز الفيديو. بيروح لخراط وهو محمد شرف الله يرحمه اللي مش عايز فلوس، هو بس عايز يتفرج معاهم. فدلوقتي كل العناصر اللي لازم تتجمع عشان مشاهدة الفيلم موجودة، ما عدا ايه بقى؟ الشقة او المكان اللي بيربط كل ده ببعض. فبيروحوا لواحد فلاح اسمه عادل في الزريبة بتاعته، وهناك بنشوف ان حقوق الحيوان في العلاقة عند الحاج عادل هي اهم من الانسان مليون مرة، وده بيبان لما عفت بيقول له انا اعرف ناس بقالها 27 سنة ما قعدتش مع حد في مكان لوحدهم وعايشين زي الفل عادي. بتعدي عربية نقل الموتى قدامهم وهم بياكلوا كشري، وهنا اشرف بياخد باله انهم ممكن يموتوا في
اي لحظه من غير ما يتجوزوا، يموتوا وهم في نفس رحله السعي ورا مشاهده فيلم ثقافي. اشرف اللي فاق للحظه بيرجع يقعد وياكل ويبص على بنتين واقفين قدامهم تاني. لحظات التوبه او لحظات الرجوع عن الطريق الغلط ظهرت قدامهم ياما هما التلاته، لكن التلاته بيتجاهلوها بتكبر واستخفاف واستهزاء مش طبيعي. بيوقف اشرف ميكروباص وبيخش كلهم يتفرجوا على الفيلم جواه لحد ما بيجي الونش ويشيلهم للاداره العامه للمرور في القاهره، وهناك بنشوف كل اللي ممسوكين هم ممسوكين تحرش. اسقاط تاني على حال الشباب اللي بيقولك مش التلاته ابطالنا بس هم اللي كده، لا ده كل الشباب في مصر كده. حتى الضابط اللي في الاسم هو حافظ الفيلم ومتفرج عليه اكتر من مره. كل فئات المجتمع بطبقاتها هي بتعاني من نفس المشكله. وبنوصل اخيرا للمكان اللي هيشتغل فيه الفيديو والشريط. كلنا قعدنا وصلنا كل حاجه، حطينا الشريط خلاص، نتفرج بقى. أيوة ركز لي هنا بقى. يجب على العناصر البشرية التسلح بالعلم والمعرفة والجديد. بعد 5 دقايق بس من الفيلم الثقافي بيظهر لنا رئيس مجلس الشعب وهو بيقول لنا أكتر جملة عبثية ممكن تسمعها في حياتك. الحكومة في وادي والشباب في وادي تاني خالص. الحكومة فاهمة الشباب عايزة إيه ومحتاجة إيه، بس بتستعبط وبتتجاهل بمنتهى الكبر اللي في الدنيا. لا وكمان محوطاهم وقافلة قبضتها عليهم عشان محدش فيهم يقدر يطلع صوت. عفت بيستغرب من إن إزاي في بني آدم طبيعي بيسجل كلام لمجلس الشعب، اللي هو بيقول لك مين عبيط بيسمع ويصدق الناس دي، الناس اللي ليل نهار ما حلتهاش حاجه غير الكلام. ده كلام عفت يا جماعه والله مش انا خالص. بيكلموا برايز عشان يجيب لهم شريط بجد، وهنا برايز بيقول لهم على ترزي حريمي، والترزي الحريمي بيبعتهم لفرح منصور اللي هو ومراته باين عليهم في الاربعينات، وبيطمنوا عنده ان الشريط شغال وبياخدوا الشريط فعلا وبيوصلوا للبيت تاني. ولكن الصدمه ان الشريط مش شغال عندهم في البيت، وهنا بيلجأوا لزعيم المثقفين تاني برايز. واخيرا بيبان برايز قدامنا، ومع دخوله وطريقه كلامه معاهم برايز اداني احساس ان هو الزعيم فعلا، هو المتحكم فيهم كلهم، هو ابليس اللي مسيطر وقادر يحرك كل قطعه هو عايز يحركها بمزاجه. ومع احترامهم المبالغ فيه البرايز هو بيعظم الصوره دي اكتر واكتر في عيني، وبتتقال الجمله والاسقاط الايقوني البرايز: النظام مختلف يا كوركات. هناك تشوف صوت وصوره، هنا ما تشوفش حاجه خالص. دي منظومه ومترتبه، وده اهم سؤال فيها: النظام يا بهايم. وبيختم بالجملة اللي هينسحب بعدها برايز الزعيم، وهي العيب مش فيكم، العيب في النظام. وبيشتغل الفيلم صوت بس من غير صورة. وهرجع أفكرك بكلامي على شخصية صاحبهم جمال المكتئب، وهو ليه اتصدم بالأرض بعد ما كان في سابع سما من الوهم. هنا التلاتة حسوا باللي حس بيه جمال بالظبط، وإيدهم بدأت تترعش نفس رعشة الراجل اللي كان بيعمل لهم القهوة. التلاتة اتصدموا بحقيقتهم إنهم أقل من إنهم يقيموا علاقة فعلا أو يجربوا بنفسهم. حسوا بالإحساس بتاع جمال اللي هو قاعد على كنبة وبيتفرج. لا تخيل بقى مفيش صورة وفي صوت بس. منتهى الإهانة واحتقار الذات اللي أنا محبش أكون جزء منه، ولا أشوفك أنت كمان يا اللي بتسمعني جزء منه. في النهاية بتظهر يسرا وبتديهم شريط جديد لآخر أفلامها، ومشهد ظريف لطيف. ما أعتقدش إن دور يسرا مهم أو ليه لازمة في الأحداث بصراحة، بس عشان تسند الشباب الجداد في فيلمهم مش أكتر، ويبقى اسمهم مثلوا في فيلم كانت يسرا ضيف شرف فيه. وحتى ده اللي ظهر في آخر الفيلم لما سامي العدل شكرها في مساعدتها للشباب في الفيلم. والنهاية بتاعت الفيلم مفتوحة جدا، مفيش تغيير، شريط جديد، فيديو جديد. انت فين يا برايز الحقنا؟ ويبقى الحال كما هو عليه. وهم بيحدفوا الشريط في السماء وكل واحد بينط يلحقه قبل ما يقع وتقع معاه احلامهم في ان بكره يبقى احسن. انا كده خلصت الفيديو الطويل ده. اتمنى انك تكون فهمت ان فيلم ثقافي هو احنا لحد النهارده ما اختلفناش، سواء من رئيس مجلس الشعب او لحد اشرف اللي شايف ان الدوله السبب في اللي هم فيه. بالعكس بقينا اوسخ من الفتره اللي انت كنت عايشها يا اشرف. والله بدل شريط وفيديو مكان بقى كروت فكه ومواقع في جوجل يا اشرف. مجلس الشعب ما بقاش يتسجل على شريط، بقى بيتعرض قدامنا في الحقيقه. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وما تعملش شير عشان افضل عايش. وشكرا جدا لوقتك. انا احمد اسامه، سلام.